السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ استحملونا بقى، احنا يا اما نغيب عنكم خالص يا اما نقرفكم كل يوم بالفيديوهات بتاعتنا. بس في بنوتة جميلة بعتت لي، قالت لي انا عايزة روتين للعروسة كل يوم. هقول لكم انا وانا عروسة من يجي 50 سنة كده، لا بهزر، من يجي 16 سنة. يعني متجوزة بقالي 16 سنة. اتجوزنا كان 21 مارس اللي فات، يوم عيد الأم. كنت بقى بعمل ايه يوميا؟ كنت بعمل شوية حاجات كده عشان ان شاء الله يوم الفرح الواحد تبقى منورة وجميلة وتبقى حلوة. هقول لكم حاجات للوش، لوجهك يعني، وللكفين. في ماسك عايزاكي ان شاء الله باذن الله تداومي عليه يوميا قبل النوم. كل يوم قبل النوم تعمليه، سهل وبسيط ومكوناته ان شاء الله مش صعبة. وطبعا ده مش للعروسة بس، يعني انت كمان اي ست بيت في الثلاثينات زي حالاتي كده. انا دلوقتي 36 سنة، عجزنا خلاص، فلازم بقى تهتمي بنفسك كده علشان ان شاء الله ايه، ما نكرمش وما نجعدش انتوا عارفين بقى اللي فيها. فهنبتدي ان شاء الله مع العروسة، نشوف هتعمل ايه. كل يوم بالليل هتجيبي زبادي، زبادي عادي خالص، مش شرط يكون نوع معين. اللي بشرتها دهنية هتستعمل زبادي قليل الدسم، واللي بشرتها جافة هتستعمل زبادي كامل الدسم، واللي بشرتها حساسة الزبادي ما بيضرهاش خالص. وكمان معانا العسل. دول حاجتين ان شاء الله كل يوم بالليل تستعمليهم على وشك وعلى ايديك. هنشوف دلوقتي هنحطهم على الايد ازاي. وفي حاجة كمان، لو يعني متاح عندك فيتامين اي، اللي هي الكبسولات الصغيرة اللي احنا اتفقنا عليها دي، هتقصيها وتحطي وتفضي واحدة كبسولة واحدة عليها. فيتامين اي من ارخص الفيتامينات ومن ارخص الكبسولات او الفيتامينات الموجودة في الصيدليات. ف لو متاح عندك اوكي مفيش مشكلة، مش متاح خلاص. العسل عارفين طبعا فوائده، مليان فيتامينات ومليان حاجات حلوة قوي طبيعية من عند ربنا للبشرة. وكمان الزبادي نفس الموضوع. هنا تقريبا دي نص علبة زبادي بتكفي وشي وبتكفي الكفين. يعني هتجيبي العلبة لو في دول الخليج، يعني لو في دول الخليج العلبة ما شاء الله كبيرة شوية فهتستعملي نصها. لكن لو في مصر العلبة عندنا أصغر، هتستعملي علبة كاملة. هناخد على نص علبة الزبادي دي معلقة عسل زي ما انت شايفة كده، معلقة كبيرة خلاص. وهنقلبها، هنشوف الخليط هيبقى عامل ازاي. ان شاء الله ما يبقاش سايل قوي علشان تقدري توزعيه على بشرتك. لو حسيتي ان الخليط سايل ومضايقك السيولة بتاعته دي، ممكن تربطيه بمعلقتين نشا، معلقتين صغيرين نشا، يعني تتقليه شوية، ما عندناش اي مشاكل. الماسك سهل اهو زي ما قلنا. كل يوم بالليل هتحطيه على وشك وايديكي لغاية ما ينشف. هو بينشف، بيعمل طبقة كده. هتحطيه على وشك وايديكي ممكن ربع ساعة، تلت ساعة، يعني وانتي قاعدة بالليل كده قدام التلفزيون هتحطيه وتسيبيه على بشرتك يوميا. بالنسبة للايدين لانه سايل وهيبقى صعب شوية، عندنا هنا جلافز برضو رخيصة وما فيهاش اي مشاكل. هتروحي حاطة معلقة كده ونص مثلا، وهتوزعيها في كل الجلافز، كل الجوانتي كده، الصوابع، في كله زي كده. وان شاء الله هنقول لكم على خلطات كتير للايدين، للايد، علشان ان شاء الله وانتي بتلبسي الدبلة كده والحاجات الحلوة اللي بيعملوها دي تبقى ايديكي طالعة جميلة كده.
تبقيش زعلانه منها كل ما تشوفي الذكريات بتاعتك. وهنعمل كده اهو، تلبسي الجلافز، وبعد ما تلبسيه هتبتدي توزعي الخليط ده كده جوه ايديكي. اظن بالشكل ده انتي هتاخدي كل الفوائد بتاعه الماسك، لانه هيبقى جوه ايديكي وهيقعد فتره طويله موجود اهو. يعني طول ما انتي قاعده كده تحاولي كل شويه توزعي السائل جوه ايديكي، ولو انتي هتربطيه بالنشا هيكون يعني السمك اكتر من كده، فهيكون معاكي سهل ان شاء الله وجميل. وشك بقى هتدهني وشك منه، يعني هتوزعيه على بشرتك كده. وبعدين تسيبيه يعني الطبقة الأولانية تحسي انها مسكت شوية، هتاخدي كمان طبقة تحطيها تنشف شوية. حطي لي بس معلش 3 طبقات على اساس ان هو يبقى طبقة سميكة شوية. يعني الطبقة الأولانية لما تنشف هتلاقيها مسكت الطبقة التانية، يعني ثبتت الطبقة التانية على بشرة وشك. الطبقة التانية والتالتة، وبعد كده تقعدي ربع ساعة إلى أن يجف هذا الماسك على وجهك. شوية لغة عربية. وبعدين 15 دقيقة 20 دقيقة لو كنتي بطلة كده سيبيهولنا نص ساعة علشان تاخدي كل بقى المكونات والحاجات الحلوة دي في الماسك، الحاجات الطبيعية دي. وإن شاء الله هتبقي بدر منور بإذن الله. هيبقى بشرتك جميلة جميلة جميلة، طرية نضرة وردية وحلوة جدا. وهتجهزيها ليوم الفرح بقى والمكياج والحاجات دي. وإن شاء الله ربنا يتمم كل العرايس على خير وتتجوز وتبقى مبسوطة وتجيب عيال يطلع عينها زينا كده وتقضيها بسعادة إن شاء الله. يا رب ما كنتش رغيت عليكم. الفيديوهات ان شاء الله اللي جايه هتكون زي ما ناس طلبت، الاكلات اللي انا كنت باكلها في الغدا او في العشاء على حسب مودك. يعني ممكن تخليها غدا ممكن تخليها عشاء. صدور مشويه مع خضار سوتيه، حاجات الخفيفه دي وطعمها حلو قوي. وان شاء الله ان شاء الله هتبقى سهله في العمايل، وكمان هتبقى مشبعه وهتبقى مفيده. ونبعد شويه بقى عن السكريات والنشويات اللي مبوظلنا الدنيا. صلوا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. لو كنت جديدة معانا اشتركي وفعلي الجرس، ولو كنت صديقتنا سيبلنا كومنت وشجعينا بلايك، وهتوحشوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.